معبد الأقصر. طيب اتكلم ماشي. معبد الأقصر هو من المناطق الأثرية الهامة في مدينة الأقصر. على فكرة الأقصر فيها تلك آثار العالم، تلك آثار العالم موجود في مدينة الأقصر. يعني كم هائل فعلا، منين ما تمشي تلاقي مناطق أثرية وتلاقي معابد وتلاقي مقابر وتلاقي احنا دلوقتي قدام متحف الأقصر. وبرضه اتكلم عن المبنى دي اللي باينه. المبنى دي بتاع سيدي ابو الحجاج. سيدي مسجد سيدي ابو الحجاج، وان هو من اهم المساجد اللي موجوده هنا، وتعرف به مدينه الاقصر. يعني اما ده طبعا معبد الاقصر ده في البر الشرقي بقى. ابو الحجاج اللي موجود في الميدان الرئيسي في الاقصر، في جوار معبد الاقصر، وفي مواجهه كورنيش النيل في المدينه. هنا برضه سوق سياحي اللي هو حركة جدا، مفيش أي آفاق سياحية بسيطة جدا. يلا بينا. لو تعالى برضه هنا في بعض اللقطات. مفيش أي حاجة. هي كل معبد ورابط الناس اليهود والحقيقة حاجات تستحق فعلا إن الواحد يضحي ويجي ويشوف ويتفرج مرة واثنين وثلاثة، لأنها حاجات يرجع تاريخها 7000 سنة. أنا كده قربت الكاميرا، خلي بالك. بدأت الصور تقرب معايا قوي. نجيب اللقطة دي كمان. لا يا كده عارف بقى، لما اجيب الصورة بقى تلاقيك وشك جه في الكاميرا على طول. لا بقى كده لازم. احنا بنصور من شارع من على طول المعبد من بره، لأن الجو حر جدا وما حبيناش ندخل عشان بس الشمس ما تتعبناش، لأن درجة الحرارة هنا عالية الحقيقة. حاج فوزي اهو معايا، وانا بصوره برضه بنفس الطريقة، وهو بيجي اهو بنفس الطريقة اهو، والمعبد اهو، ومساحة شاسعة جدا منه، والراجل شايل طاقيته في ايده اهو عشان الشمس، بس عشان ايه ما تداريش وشه في التصوير. لكن درجة الحرارة هنا يعني اعتقد ما تقلش عن 32 درجة كمان، حر يعني. واحنا على فكرة في شهر يناير، اي في شهر طوبة بالنسبة للشهور اللي احنا بنقرح عليها لفصل الشتاء حقيقة. بس كده كويس. طيب كده يعتبر احنا هنا بقى البر الشرقي. البر الغربي اللي هو كان هنا صار البر الغربي من البر الشرقي، لقطة من بعيد للبر الغربي، واحنا على شاطئ النيل من البر الشرقي. طبعا لقطة بعيدة جدا لكنها باينة يعني، ومسافة كبيرة. يعني العربية قعدت تمشي بينا لا يقل عن نص ساعة على بال ما وصلنا لمتحف حتشبسوت في السيارة. لكن بنشوفه من هنا كصورة إجمالية كده من بعيد، يعني عبارة عن جبل وهيكل من بعيد، لكن التفاصيل طبعا ما تتشافش من هنا لأن